عندنا التزام، عندنا ارتباط مع الحسين عليه السلام. كيف نحافظ على هذا الارتباط؟ مهم، الإنسان لابد أن يهتم لهذا الجانب. أنا مو مجرد أن ينتهي الشهر محرم من الحرام وهي الأمور كلها ما تأثر علي. الأمر الأول الذي يجعلني أحافظ على هذه المكتسبات هو التنبه من المخطط الشيطاني. ولأقعدن لهم صراطك المستقيم. الشيطان الآن ما زال يشوفك أنت بالعزاء موجود، ما زال يشوفك أنت في جو المصيبة، الآن هو تاركك. لكن بمجرد أن ينتهي مثلا شهر محرم من الحرام يأتي هذا الملعون للإنسان ويجتهد في أن يحرف هذا الإنسان، وهاي المكتسبات كلها الإنسان ينساها. الشيطان متى ينشط؟ ينشط بعد كل موسم عبادي. في يوم العيد مثلا يستمع الغناء، مثلا صار له 30 يوم هو ملتزم ما يسمع غناء، لكن بيوم العيد استمع الغناء. صار له 30 يوم لا ينظر للمحرمات، بيوم العيد نظر للمحرمات. وقع في فخ إبليس. إبليس يجتهد في أن يوقعك في الانحراف. إنسان 10 أيام الحمد لله ذنب ما يرتكب، لكن خلصت هذه ال10 أو خلص شهر محرم يأتي إبليس لهذا الإنسان. الحمد لله كنت مشغول بالمجالس، مشغول بذكر الحسين، أبكي على الحسين عليه السلام، لكن شوفوا إبليس يكثف جهوده على الإنسان بعد انتهاء شهر محرم من الحرم، بعد انتهاء زيارة الأربعين، بعد انتهاء المواسم العبادية. الإنسان يذهب للحج ويتعب، يجي للحج كذا يصير أمور عادية ويرجع إلى ذنوبه. فهنا حتى الإنسان تمكن من أن يحافظ على هذه المكتسبات اللي حصلها في شهر محرم، أن يتنبه لمخططات إبليس اللعين. هذا واحد. ثانيا تفعيل عنصر المراقبة. الإنسان يراقب نفسه. راقب نفسك بنفسك. واحد عنده خزائن، وهذه الخزائن فيها أمور ثمينة، فيها ذهب، فيها أموال. شوف هذا الإنسان يجتهد إلى أن يحافظ على هذه الخزائن لأن بها أموال، فإنه دائما منتبه حتى لا يجي واحد يسرقها. نحن أيضا هذه المكتسبات عبارة عن خزائن وفيها درر. الدرر شنو؟ ما وضع لهذه شنو المكتسبات. ثواب الدمع على الحسين، ثواب خدمة الحسين، ثواب اللطم على الحسين، كل هذه موجودة في هذه ماذا؟ في هذه الخزائن. شلون أحافظ عليها؟ ثالثا أن تستمر علاقتي مع الحسين على مدى السنة.